السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم طبعا في قناتي قناه كوره. لو انت اول مره تشوف القناه ما تنساش تشترك في القناه. طيب في الفيديو دوت هتعرف فيه 3 معلومات. المعلومه الاولانيه هتعرف نتائج مباريات الجوله رقم 17 كلها على السريع كده، وبعد كده هتعرف مواعيد مباريات الجوله رقم 18، وبعد كده تعرف ترتيب الدوري الايطالي، وبعد كده تعرف ترتيب هدافين الدوري الايطالي على السريع كده، عشان انا ما بحبش اطول عليك، علشان انت ما بتقعدش في الفيديو. مش فاهم ليه صراحه، يعني ايه بتقعد لي 30 ثانيه في الفيديو؟ مش فاهم والله. اول حاجه عندك بالنسبه للجوله رقم 17 انتر ميلان قدر يفوز على كومو بنتيجه 2-0، وعندك طبعا اودينزي قدر يفوز على فيورنتينا 2-1، يوفنتوس قدر يفوز على مونز 2-1، اتلانتا قدرت تفوز على امبولي 3-2، وبعد كده عندك روما قدرت تفوز على بارما 5-0، ونابولي قدر يفوز على جنوي 2-1. ودي كده اهم المباريات اللي في الجوله رقم 17، واللي انتهت طبعا كالتالي. ده النتائج قدامك بتاعت الجوله رقم 17 على السريع كده. بعد كده بقى مواعيد مباراه الجوله رقم 18 هتتلعب على 3 ايام، يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين. يوم السبت عندك 4 مباريات. اول حاجه مباراه جنوي وامبولي، ودي طبعا هتتلعب الساعه 4 العصر. بارما ومونز ايضا هتتلعب الساعه 4 العصر. بعد كده مباراه مهمه جدا لانتر ميلان امام كلاري هتتلعب الساعه 7 مساء يوم السبت 28/12. وايضا مباراه مهمه لاتلانتا متصدر الدوري الايطالي هتتلعب امام لاتسيو الساعه 10:15. دي كده بالنسبه لمباريات يوم السبت. مباريات يوم الاحد عندك ايضا كام مباراه؟ عندك 4 مباريات. مباراه اودينزي امام تورينو الساعه 1:30 الظهر. مباراه نابولي امام فينسيا هتتلعب الساعه 4 العصر. يوفنتوس ضد فيورنتينا، ودي هتكون مباراه مهمه جدا، هتتلعب الساعه 7 مساء يوم الاحد. ومباراه ميلان ضد روما، وده كلاسيكو كبير، هيتلعب الساعه 10:15 مساء. بعد كده مباراه يوم الاثنين مش مهمه قوي، ليتشي امام كومو، وبولونيا امام هيلز فيرونا، واحده الساعه 7:30 والثانيه الساعه 10:15. فدي كده مواعيد مباريات الجوله رقم 18. دي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه بقى عندك ترتيب الدوري الايطالي ماشي ازاي دلوقتي. اتلانتا في المركز الاول معاه 40 نقطه بعد 17 جوله. نابولي في المركز الثاني معاه 38 نقطه. انتر ميلان متاجل ليه مباراه، فلو كسب المباراه بتاعته المؤجله هيكون معاه 40 نقطه، بس هو حاليا معاه 37 نقطه، فليه مباراه مؤجله لما يكسبها يكون زي اتلانتا بالظبط. حلو. لاتسيو في المركز الرابع معاه 34 نقطه، وفيورنتينا في المركز الخامس 31 نقطه. يوفنتوس في المركز السادس 31 نقطه ايضا. دول اول 6 مراكز واهم 6 مراكز. بعد كده عندك بولونيا، ميلان، اودينزي، روما، امبولي، تورينو، جنوي، ليتشي، بارما لحد المركز 15. كفايه عليك كده. بالنسبه لترتيب الهدافين فانت عندك اول حاجه ماتيو رتيجي مع 12 هدف، وماركوس تورام لاعب انتر ميلان مع 12 هدف، مويسكين مع 10 اهداف، لوكمان مع 9 اهداف، فلاهوفيتش مع 7 اهداف. ده ترتيب الهدافين، ترتيب الدوري الايطالي، مواعيد مباريات الجوله رقم 18، ونتائج مباريات الجوله رقم 17. اعتقد ان انا قدمت لك اهم فايده في الفيديو. طلعتك بكميه معلومات مهمه. لو انت وصلت لحد هنا يا ريت تسيب لي كومنت. سلام.